هيا بنا نتعلم الاتجاهات الصحيحة لحرف الدال والذال والراء والذاء. كيف نكتب حرف الدال؟ نكتبها بالطريقة الصحيحة ونعلم أولادنا هذه الطريقة. هيا بنا. أقول له: انزل على السطر، امشي على السطر بهذه الطريقة. مرة أخرى: انزل على السطر، امشي على السطر. وأكرر: هذا حرف الدال. أكرر لطفلي: هذا حرف الدال، أو لطفلتي: هذا حرف الدال. مرة أخرى: انزل على السطر، امشي على السطر. هذا حرف الدال. تلقائيا الطفل سيحفظ حرف الدال وشكله واسمه. وأكرر هذه العملية وأنا أجعله يكتب حرف الدال بمفرده ويكرر حرف الدال أكثر من مرة. أقول له: انزل على السطر، امشي على السطر بخط صغير، لا تجعله يكبر خطه. طب في وسط الكلمة أكتب حرف الدال وأمد يده بهذه الطريقة. حرف الدال وأمد يده بهذه الطريقة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. حرف الدال. انتهينا من حرف الدال، ولكن هناك أخطاء نقع بها، فلا بد أن نركز أن حرف الدال لا يكون فوق السطر، هذا خطأ تماما. ولا يكون حرف الدال يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، ولا يكون تحت السطر، هذا خطأ تماما. حرف الدال يوضع على السطر مباشرة. هيا بنا نكتب بقى حرف الذال. انزل على السطر، امشي على السطر، بوصة لماما أو نقطة. انزل نقطة أو بوصة لماما، أحطها فوق حرف الذال، ونشير أن حرف الذال نخرج فيه طرف اللسان. ذا. انزل على السطر، امشي على السطر، بوصة لماما. ذا حرف الذال. أحسنتم، بارك الله فيكم. حرف الذال، ونكرر كذا مرة. حرف الذال، هذا حرف الذال. انزل على السطر، امشي على السطر، بوصة لماما أو نقطة، يعني أقرب شيء للطفل والأم، فنقول له نقطة. ضع نقطة فوق الحرف. في وسط الكلمة نكتب حرف الذال ونمد له يد في وسط الكلمة، نمد له يد من الاتجاه اليمين. ذال، وأكرر: ذال في وسط الكلمة، ذال في وسط الكلمة. هذا حرف، والطفل يقرأ وراك وأنت قرأت. في آخر الكلمة نفس الوسط، مثل الوسط تماما، ولكن هناك أخطاء نقع فيها، أننا نكتب حرف الذال فوق السطر وهذا خطأ. تحت السطر هذا خطأ أيضا. حرف الذال يكتب على السطر مباشرة. اجلس على السطر، بوصل ماما. هذا حرف الذال الصحيح. انزل على السطر، امشي على السطر، بوصل ماما. حرف الذال طفلي يضعها فوق النقطة في اتجاه، والحرف الذال في اتجاه، هذا خطأ. أنا عايز الذال والنقطة على سطر واحد وعلى اتجاه واحد ويكونوا قريبين من بعضهما. ندخل على حرف الراء. حرف الراء من أكثر الحروف اللي بيغلط فيها أولادنا، فنكتبها بهذه الطريقة. انزل على السطر، انزل بنسميها انزل المزحلقة، الراء المزحلقة. انزل على السطر، شرط على السطر، انزل زحليقة، شرط على السطر، انزل بزحلقة أو زحليقة، أو انزل على طول. هذا حرف الراء، ونكرر: هذا حرف الراء، هذا حرف الراء. لابد أن نكرر، التكرار يجعل طفلك لا ينسى الحروف إطلاقا. الراء شرطة قصيرة على السطر، انزل على السطر. الراء في وسط الكلمة، هكتب حرف الراء بهذه الطريقة ومد لها يد من الاتجاه اليمين. حرف الراء ونمد يد من الاتجاه اليمين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة، ونقول: هذا حرف الراء. انزل على السطر، الزحليقة، انزل على السطر، الزحليقة، وهكذا. هذا حرف الراء. هناك أخطاء نقع فيها بسبب حرف الراء، وقلنا أننا نكتب حرف الراء فوق السطر، وهذا خطأ تماما. أو تحت السطر، هذا أيضا خطأ تماما. لا تجعل ابنك يفعل هذه الأشياء لأنها خطأ. حرف الراء يقف على السطر وينزل بزحلقة. حرف الراء يقف على السطر وينزل بزحلقة، مثل ما نفعل في حرف الراء نفعل في حرف الزاي. انزل على السطر ونقطة فوق السطر،
ننزل على السطر بزحلقة، ننزل بزحلقة كده ونقطة فوق الايه السطر. حرف الزاي، زاي، سن على السطر وانزل بزحلقة نقطة فوق الحرف، حرف الزاي، ونكرر زاي، زاي، ونفرق بين الزاي والذال لأن هناك حرف لثوي وحرف مزحلق. انزل على السطر وننزل بزحلقة حرف الزاي، حرف الزاي، زاي، وأوضح للطفل أن هذا حرف الزاي، زاي، وأزنزن له بهذه الطريقة. انزل على السطر نقطة فوق السطر حرف الزاي. بهذه الطريقة لا يستطيع طفلك أن ينسى إطلاقا. عرفنا الاتجاهات وعرفنا الأخطاء التي فيها بسبب حرف الدال أو الزال أو الراء أو الزاي. هذا الفيديو أتمنى أن ينال إعجابكم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نأخذ مواضع الحروف مع الأحرف أو بعد الانتهاء مع الأحرف. لابد أن نأخذ مواضع الحروف قبل قاعدة الفتح. إياك أن تأتي بقاعدة الفتح ثم المواضع، لا، المواضع أولا ثم قاعدة الفتح. امشي بالطريقة الصحيحة لكي يستطيع طفلك أن يصل إلى المرحلة الاحترافية في التأسيس. تابعوني على قناتي مس إيمان أسس صح. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. السلام عليكم.